بنحاول نوصل لبركات باي طريقه، وممكن يكون موجود في تمرين النادي الاهلي دلوقتي عادي، لكن عرفنا نوصل للاستاذ عمرو الجنايني عضو مجلس اداره الزمالك السابق والجندي المجهول وراء هذه الصفقه. مساء الخير يا استاذ عمرو. اهلا بيك يا كابتن شوبير، اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين. يعني لما كنت قاعد معاك من كام يوم كده في احد الفنادق الكبرى قلت لي في حاجه من العار التقيل، في صاروخ طالع، عمري ما تصورت انه يكون بركات، لكنك فاجئتنا النهارده جميعا بهذه الصفقه. اعتقد انها من اهم الصفقات في تاريخ عمرو الجنايني. بص والله الحمد لله، هي اتاخرت كتير. اتاخرت يمكن اتاخرت كتير قوي. يمكن كان الناس كلها تعرف بركات لما ساب الاسماعيلي اول مره قبل ما يروح يلعب بره في الخليج، كان المفروض انه جاي الزمالك. ولما رجع من الخليج للنادي الاهلي يمكن حصل الاول انه راح لاداره نادي الزمالك بس ما توفاش. يعني هو نفسه بيقول دي خطوه اتاخرت كتير قوي، وده حلم كان موجود اتحقق الحمد لله بالنسبه له. لا يعني عايز اختم حياتي هنا. يعني مش حلم، لان هو كان الراجل لو النادي الاهلي وافق انه يشتغل في الاعلام ما كانش هيبقى فيه مشكله لتجديد بركات مع النادي الاهلي. موافقك طبعا. وهو نفسه بيقول اسعد ايام حياتي، والراجل الحقيقه من اخلاقياته الكويسه قوي قوي. الراجل ما قالش كلمه واحده في حق النادي الاهلي، بل بالعكس يقول لك اجمل ايام حياتي والبطولات اللي حققتها في النادي الاهلي. يمكن الشروط اللي النادي الاهلي ما وافقش عليها احنا وافقنا عليها. ويا رب نتمنى له التوفيق الفتره اللي جايه ان شاء الله. استاذ عمرو، كان في اتفاق جنتلمان بين الادارتين، والنادي الاهلي رفض انه يدخل في مفاوضات مع احمد جعفر، اوقف مفاوضاته مع ابراهيم صلاح، اوقف مفاوضاته مع صبري رحيل، وموقفهم متشابه من موقف بركات. يعني هل كده انتوا يعني ضحيتوا بهذا الاتفاق من اجل ضم محمد بركات؟ لا احنا ما ضحيناش بهذا الاتفاق. لا طب تقول ايه يعني؟ ده اللي حصل ده ايه؟ ما هو نفس القصه. لا ما هو اللي انا عايز اوصله ان النادي الاهلي هو اللي حط شروط للاعب ما قبلهاش. وارد جدا انا برضو لو حطيت شروط لاحمد جعفر ما قبلهاش فمن حقه انه يتفاوض. فلكن احنا لازلنا متفقين على اتفاقنا، وزي الاتفاق الجنتلمان فعلا اللي تم بين الادارتين. طب سؤال، هل حصل اي نوع من انواع الاتصال بالاستاذ ممدوح عباس كابتن حسن حمدي وهم اصدقاء؟ يعني هل استاذ ممدوح كلم كابتن حسن قبلها؟ المفاجاه اللي انا عايز اقولها لك ان حصل اتصال. حصل اتصال؟ ايوه. وكان في موافقه من الكابتن حسن حمدي؟ قال على البركه، طالما دي رغبته عمر النادي الاهلي ما بيقف على حد وعلى البركه. قال له انا بستاذنك لان في شروط كذا 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 احنا بنرضى بيها. قال له على البركه. طيب قول لي اهم الشروط اللي انتوا وافقتوا لبركات عليها كانت ايه يا استاذ عمرو؟ الشروط الماليه، هو حضرتك عارف طبعا كابتن شوبير انا بتكلم فيها. يمكن عايز اقول هو تم التوقيع لمده سنتين. قالوا 3 سنوات. لا هم موسمين بس. موسمين وبرغبه الطرفين، يعني مش مثلا احنا قلنا 3 وهو قال 2 واحنا 2 وهو 2. لا الاثنين قلنا سنتين لمده سنتين بس الشروط الماليه طبعا مش من حقي ان انا اتكلم فيها. طيب سؤالي، كانت القصه الازمه العنيفه بين بركات والنادي الاهلي هي عمله في الاعلام. هل انا عارف انها اتحطت بند في التعاقد؟ حطينا بند في التعاقد بس ان هو طالما لا يتعارض مع مواعيد التمرينات ومواعيد المعسكرات والكلام ده. هل كلمتوا بركات بخصوص حسام غالي ولا انتم مكتفيين ببركات السنه دي من النادي الاهلي؟ احنا برضه لازلنا بنقول احنا بنحترم اتفاقنا مع النادي. اتفقوا مع بعض واحنا محتاجين. معلش الصوت راح شويه لو سمحت يا استاذ عمرو. الو. ايوه يا فندم، بقول احنا لازلنا متفقين مع يعني ماشيين على اتفاقنا مع اداره النادي الاهلي. ومش هنفوت حد خالص. اذا انت هتكتفوا ببركات من النادي الاهلي، وده برضو على لسان عمرو الجنايني الراجل اللي هو الجندي المجهول وراء الصفقات الكبيره في نادي الزمالك، انه حصل اتصال بين الاستاذ ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك كابتن حسن حمدي رئيس النادي الاهلي، ومفيش ادنى مشكله، ولكن لم تفاوضوا احد من لاعبي النادي الاهلي غير محمد بركات. استاذ عمرو الجنايني اشكرك شكرا جزيلا، عضو مجلس اداره الزمالك المستقل. بيعجبني في عمرو الجنايني جدا الحقيقه انه راجل حابب جدا نادي الزمالك، يعني رغم انه استقال ورغم انه بره مجلس الاداره، لكنه ما اعرفش الصوره دي التقطت امتى والتقطت فين. هي ساعه التوقيع. عمرو الجنايني اشكره استاذ عمرو الجنايني بعتها لنا على الايميل. دي برضو اول صوره
خاص بينا احنا، اول صوره تنشر لبركات علم الزمالك وفانيله نادي الزمالك. واضح انها دي بقى ممكن تكون في مكتب الاستاذ عمرو الجنايني او حاجه من هذا القبيل. واضح تماما انه الموضوع خلاص تم افشاؤه، تم الاعلان عنه انه بركات بالفعل في نادي الزمالك حسب تاكيدات الاستاذ عمرو الجنايني، اللي كنت بقول ان انا الحقيقه معجب بالراجل ده واحترامه وحبه وتقديره وانتمائه لنادي الزمالك، يعني رغم انه استقال لكنه ظل على هذا المنوال. السؤال دلوقتي اللي انا بساله لحضراتكم، بركات كسبان ولا خسران من هذه الصفقه؟ انضمامه لنادي الزمالك وهو خلاص ما عادش فيه تاني، يعني العمر ما عادش يستحمل. وقال الاستاذ عمرو الجناني انه بركات صرح انه احلى سنين عمره كانت في النادي الاهلي وانه بيحب وبيقدر وبيحترم النادي الاهلي، لكنه في النهايه هو لاعب محترف ومن حقه انه يدور على مستقبله، يدور على اللي هيريحه. هو شايف انه ليه مستقبل. معانا مين؟ معانا بركات لا مش موجود معانا. لو عرفت تجيب بركات يبقى كملنا الموضوع، لانه مهم جدا الناس تسمع الطرفين. ممكن يكون بركات داخل التمرين في النادي الاهلي، ما اعرفش النهارده تمرين النادي الاهلي الساعه 6 ولا الساعه 4، اظن بيبقى الساعه 4. لا اكيد خلصوا، يعني لسه مخلصين التمرين. حاولوا تاني مع محمد بركات. هل جالك رسائل يا ابراهيم، جالك ردود افعال عن انضمام بركات رسميا لنادي الزمالك؟ في الرسائل جت، بس يعني كنت عايز اقطع حضرتك في المداخله لانه كان عندي سؤال برضو مهم. محمد بركات هيلبس فانيلا رقم كام؟ مش هتبقى مهمه الحاجات دي الزمالك لا مهمه برضو، الناس بتحب تعرف الحاجات دي. ماشي، خليني برضو اقول لحضرتك مبروك